بسم الله. نعمل فتة دجاج رواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايبنا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله ربي بيعيننا وإياكم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ويجعل طاعاتنا وطاعاتكم مقبولة. إذا أنت من عشاق اللبن وأكلات اللبن والأكلات البيضاء مثل حكايتي فتفضل لعندي لحتى نعمل طبخة على كيفك. اليوم نعمل هاي الوصفة اللي بيقولوا عنها إنه هي حموية. أنا ما دخلني بالجنسيات، المهم لي الأكلة. نعمل فتة دجاج بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة بأي مكان وسريعة جدا للي راح يعني رايح عليها الوقت للفطور، فهي الوصفة بتناسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الدجاج شغلة فوقانية. شهادتي بهالأكلة مجروحة. شافوا اللي بتعمل هالفيديو مع بعض. هي بالنسبة للمكونات حبايبنا، عندي صدور دجاج أو دجاجة كاملة، عندي خبز محمص، هو المفروض إنه يكون خبز عربي، يعني خبز مرقد، بس أنا ما لقيت خبز مرقد، جبت توست لأنه منطقة تركية اللي أنا فيها بحتة ما فيها مخابز سورية، فبيمشي الحال توست، أنتوا اختياري يعني ممكن تحطوه بالتوست أو بدون توست. عندي طحينة، عندي لبن زبادي، وعندي السمنة، وحبتين ثلاثة توم، ورز مغسول منقوع على كيفكم. بالنسبة للدجاج بنجيب دجاجة كاملة أو نص أو ربع أو الفخاد على الحل اللي بدكم إياه، بنسلقها، بنحط المطيبات، كل الناس تعرف تسلق دجاج، بعدين فرفدها هيك. هاي الأكلة باللبن كتير 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 أنا بحبها. وبعدين عندي هون السمنة، شايفين بنفرفتهم هيك وبنجهزهم. جهز عنا هدول، نطبخ الرز وبنطبقها، ولا أسرع من هيك. هاي السمنة لطبخ الرز، وبدي أعمل فيها الطشة الأخرانية كمان. انتقل معكم لطبخ الرز وتطبيق الوصفة. هاي حبايبنا لطبخ الرز عندي بدي بس رز وماجي وملح. حط كمية السمن المطلوب، أو إذا بتحبوا تعملوا الرز بالزبدة هذا اختياري. تمام. بس داب عندي الزبدة، بنزل عليهم الرز، بحمصه تحميص عليهم أول شيء مشان تطلع الحبة واقفة وفيها لمعة، أنا هيك بحب. هاي بس ساحت عندي الزبدة أو السمنة، بنزل بالرز. كل وحدة بتعرف عيار رزها، يعني الرز اللي بتستعمليه بالبيت أنت بتعرفي عياره. يعني في رز بياخذ كل كاسة كاسة ونص، في رز بياخذ كل كاسة كاسة وربع، في رز كاسة بكاسة. هذا بالنسبة للرز المصري. عادة نحن لكل كيلو يعني الرز المصري قد بقد أنا بحط له هون. بنقلبهم هيك ليعطوا تلميعة هيك تقميصة شوي. بعدين بنزل بمي وملح وبغطي عليها ربع ساعة وجاهزين. وبهي الأثناء والماجي، مي وملح والماجي ليعطيه تنكيهة تتناسق مع الشغل تبعنا. شايفين؟ هاي بعد ما قلبت الرز عندي مع الزبدة أو السمنة، بنزل بالمي، بس بدها تكون مي سخنة. بنخلي غمر الرز نحن مي. هلا بنزل بمكعب الماجي أو مرقة الدجاج يعني، وما دغري بغطي عليه لحتى ينشف الرز شوي، بنهديه ربع ساعة بيكون جاهز إن شاء الله. بهي الأوقات بدنا حبايبنا نجهز معنا صوص اللبن اللي بدي طبق فيه الوصفة تبعي. داب عندي قرص الماجي، بحسب حساب انه الماجي مالح، ما بحط ملح كثير. شايفين انا حط شوية ملح لانه الماجي مالح، تطلع قليلة ملح احسن ما تطلع مالحة. وهون بتركها انا دقيقتين ثلاثة على نار قوية ليفتح حبة الرز، بعدين بنوص النار وبغطيه مزبوط، ونتركه على نار هادية ربع ساعة. حبايبنا بدي اجهز الصوص اللي بدي اتبل فيه او طبق فيه الوصفة تبعنا. بحط اللبن حسب الكمية على الطبخية، او حسب تحبوا لبن زيادة لبن قليل. بحط عليهم شوية توم، كمان التوم اختياري قديش بتحبي يكون في توم. شوية ملح، شوية طحينة. في مكون ثاني انا نسيت، ليمون، نص ليمونة
نضيفه بصندوق الوسط هذا النص ليمونه. شايفين هيك حبايبنا؟ بدي ذوق الثوم والملح والليمون كله يعني. بسم الله. انا شايفها مناسبه كل شيء، ملحاتها وليموناتها وثوماتها كل شيء. هيك ما ببيع علي الا اني استنى الرز لحتى ينطبخ مزبوط. اذا الله كرمكم بشويه صنوبر، شويه لوز، حمصتوهم طشيتوهم على الوش مو غلط. الله يكرمنا وياكم ويرزقنا وياكم الرز الحلال الطيب والمبارك يتبع. شايفين هيك حبايبنا رزاتي خالصين. انا بحب احط عليه هيك رشه فلفل اسود كمان تعطيه زكاوي، رشه خفيفه، وبنقلبه ولا احلى من هيك. شايفين الرز عندي بده يكون سخن، وهي عندي الطشه هون عم بظبطها. اذا توفروا الله كرمكم بشويه مكسرات مو غلط، على نار لطيفه. هيك حبايبنا بدي بلش طبق بقى. شايفين باخذ شويه رز وزعهم على الصحن. الريحه ولا احلى من هيك. انا حطيت الدجاج بالفرن مشان شو؟ مشان يضل سخن. الدجاج سريعة وظريفة وطيبة. مسعنا الدجاج هيك، نحط عليه هلا شوية صوص، مو كل الصوص، شوية هون هلا. عشان تشرب لتحت. بعدين نكمل الرزات اللي عندي. هيك خلصت الرز بنمهده مظبوط، وبنزل بباقي الصوص كله هلا، وبعدين بعطيها السمنة. هلا الكثير من الصوص. نظبط هيك اللبنات. يا سلام، قلت لكم انا الاكل كثير كثير بحبه. هلا بجيب طشة السمنة اللي عندي وبعطيها اياها. جيناكم بالعذاب. بسم الله. شغلة ان شاء الله منغنغة وبتدعوا لنا. هلا بيقولوا هيدا حما، ما بعرف هي لمين، ما بعرف. هلا بنبتدي على مرحلة التذوق، وان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم. بالنسبة للطعم رواق، ان شاء الله بتجربوها وبتدعونا. خصوصا انت، انا خليني اكمل، جعت كثير. هاي كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم حبايبنا. كان معكم الشيف فراس مطبخ حلويات شاميه. لا تنسونا من دعائكم والدعاء لست الوالده والوالد وكل مريض، واكيد الاشتراك والجرس والاشعارات والشغلات كلياتها، وتعليقكم. تعرفوها من حمام ولا من منطقه ثانيه هاي الاكله؟ يعطيكم العافيه.